حفلة لمحمد رمضان في الساحل الشمالي بتتقلب لناس بتتوفى وناس بتتصاب. تعال اقول لك ايه اللي حصل. محمد رمضان امبارح كان بيعمل حفلة في الساحل الشمالي. حصل انفجار جنب المسرح اللي بيغني عليه محمد رمضان، انبوبة يعني بتنفجر، انبوبة هوا. وفي شاب اسمه حسام عنده 23 سنة في رابعة كلية تجارة، هو اللي حضن الانبوبة ديت، وطبعا توفى في الحال علشان بس يحمي بقية الناس. مش حسام بس، كمان اللي توفى محمد رمضان بعد الموقف دوت وقف الحفلة تماما، لان في شاب كمان توفى وفي حوالي 6 اشخاص مصابين. محمد رمضان كان عمال بيقول فين الاسعاف فين الاسعاف، وطبعا حاول ان هو يشيل الناس ويهدي الجمهور، وخرج الجمهور بره خالص الحفلة وقال لهم كلكم اخرجوا وانا هخرج بعديكم. طبعا الدنيا اتقلبت بعد وفاة حسام وبعد ال6 اشخاص المصابين. محمد رمضان كمان بيقول دي محاولة اغتيال واضحة وصريحة، لكن بعد كده محمد رمضان تراجع عن كلامه وقال لا خلاص ده انفجار عادي. اما ياسر الحريري منظم الحفلة قال والله ما كانتش محاولة اغتيال ولا حاجة، وحرام انا اللي اشيلها لوحدي. الشاب اللي توفى اللي هو اسمه حسام من القليوبية صلوا عليه الجمعة النهاردة وطبعا دفنوه، ومحمد رمضان راح مستشفى العالمين علشان يطمن على المصابين. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ذنب الناس اللي توفت والناس اللي اتصابوا ايه في الموضوع ده كله، وهل هيرجع لهم حقهم ولا لأ، ومين مسؤول المفروض انه يتحاسب على الكلام ده.